يا أهلا يا أهلا، نورتوا القعدة. تعرفوا إيه اللي خلاني أفتح الموضوع ده النهاردة؟ شفت واحد جاري لسه مستلف مني مبلغ عشان يغير موبايله، ولما سألته ليه يا ابني قال لي عشان النسخة الجديدة شكلها أشيك في الصور. قلت يا ربي، إحنا وصلنا لفين؟ إحنا بقينا بنبيع راحتنا عشان نشتري منظرة كدابة. لو عايز تعرف الفخ ده بيسحبنا وإزاي تخرج منه وتعيش مالك في مملكتك حتى لو معاك ملاليم، يبقى لازم تسمع الحكاية دي للآخر، والحل اللي هقوله لك في نص الكلام هيغير نظرتك لحياتك كلها. أنا الحاج نينو. إيوه نينو، جايلكم بالجديد والقديم. يا ولدي، زمان كان المستور مستور بجد، واللقمة كانت بتكفي 100 عشان البركة كانت في النفوس مش في الفلوس. دلوقتي بقى الواحد مننا بقى بيخاف من كلام الناس أكتر ما بيخاف من قلة البركة. السوشيال ميديا دي خلتنا كلنا عايشين في سباق. فلان جاب عربية أحدث يبقى لازم أجيب، فلانة راحت الساحل يبقى لازم أروح لو هبيع ذهبي. والله العظيم بقينا بنشتري حاجات بفلوس مش معانا عشان نبهر ناس أصلا مش بيحبونا. ده ضحك يبكي والله. احنا بقينا بنلبس براندات عشان نغطي فراغ جوانا، مع ان زمان كان القميص يفضل معانا بالسنين وبنغسله ونكوي ونبقى زي الفل ومحدش كان بيقول ده موضة قديمة. دلوقتي بقى لو لبست حاجة مرتين ورا بعض في صورتين على الفيسبوك تحس انك عملت جريمة قومية. ليه يا عم؟ ده احنا اللي بنحمل القيمة للهدوم مش العكس. النصيحة دي من قلبي. اللي بيعيش عشان الناس بتشوفه بيموت والناس مش حاسة دي. لازم نفهم ان السعادة مش في الشو، السعادة في انك تحط راسك على المخد ده وانت مش مديون لفلان او علان عشان خاطر خروجه او ساعة مرجع. الحل العملي اللي جربته بنفسي وبقوله لكل واحد شايل الهم: ابني مملكتك على قد طوبك مش على قد قصور غيرك. يعني ايه؟ يعني حدد اولوياتك بجد. اللي محتاجه فعلا اشتريه، واللي عايز تشتريه عشان المنظرة ارميه ورا ظهرك. ولو سألوك ليه ما جبتش قولهم عشان أنا شبعان من جوه. الشبع يا ابني في النفس مش في المحفظة. انت لو قعدت مع نفسك وحسبت الفلوس اللي بتضيع في الهيافات دي هتكتشف انك كان ممكن تعمل مشروع صغير او تأمن مستقبلك. بس احنا بنحب نتعب نفسينا. الموقف ده خلاني اتذكر يوم لما واحد صاحبي زمان قعد يتباهى بساحته الغالية قدام الناس، وفجأة وهو ماشي وقعت منه في النيل. قعد يعيط كأنه فقد ابنه، ولما سألته زعلان ليه قال لي دي ب8 جنيه. قلت له يا راجل، وال8 جنيه دول يساووا صحتك اللي راحت. الدنيا اتغيرت والناس اتغيرت، بس الحقيقة ثابتة: المنظرة فخ والرضا كنز. جرب أسبوع واحد تعيش فيه لنفسك بس، ما تصورش أكلك، ما تقولش انت رحت فين، وشوف الراحة النفسية اللي هتحس بيها. والله العظيم هتحس انك مالك بجد. شارك الفيديو ده مع صاحبك اللي بيحب يتمنظر، يمكن يفوق ويوفر قرشه للأيام اللي جاية. وقولوا لي في الكومنتات ايه أكتر حاجة اشتريتوها عشان الأنظرة وندمتوا عليها. خلونا نضحك ونوعي بعض.